يا صباح الفل. تعالوا بقى كده النهاردة نعمل مع بعض أحلى كيك شوكولاتة ممكن تاكلوه تعملوه لولادكم بالكريمة الكدابة. خطير جدا جدا جدا، كأنك بتاكلي قطعة جاتوه. ده غير ان الكريمة بتاعته اقتصادية وتكلفته كله على بعضه اقتصادي جدا، مش مكلف خالص. لو أول مرة تشوفوني أنا هدى فؤاد. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت. شايفين الكيك هش ازاي؟ طبعا مش محتاج اي كلام خالص، واضح جدا في الصورة. خطيرة. يلا بقى بسم الله مع بعض نشوف الطريقة ازاي. يلا بينا. اول حاجة معانا 3 بيضات، ومعانا كوباية سكر باودر. ممكن تحطي سكر عادي، بس السكر باودر هيبقى اسهل معاكي في الذوبان في الخليط بتاعنا. ومعانا كوباية الا ربع لبن، ونص كوباية زيت. خلاص المعيار كله واحد، والبيضات ياريت يكون حجمها كبير، بيض اللي هو الأحمر الكبير، ورشة فانيليا. زي ما احنا شايفين كده نحط حبة فانيليا كويسين، الفانيليا السايلة طبعا أفضل بكتير. ودي معلقة صغيرة محسن كيك، دي بتظبط معاكي الكيكة جدا. ودي معلقة كبيرة خل. الخل يا جماعة بيرفع الكيك وبيخليه هش بطريقة فظيعة. هوريكم الكيكة لما تطلع من الفرن هتبقى عاملة ازاي بسبب معلقة الخل دي ومحسن الكيك. المكونين دول يا جماعة انسوا خالص ان يبقى عندك كيكة هابطة او كيكة مكتومة، انسي خالص ان شاء الله بأمر الله. كده خلاص ضربناهم مع بعض لمدة دقيقتين متواصلين، لازم نضربهم لمدة دقيقتين متواصلين. هنسيبهم بقى على جنب وهنجهز مع بعض المكونات الجافة. معانا هنا كوباية ونص دقيق، وعليهم 3 معالق كاكاو كبار، 3 كبار. خلاص تمام. ومعلقة كبيرة بيكنج باودر او باكو بيكنج باودر كامل. خلاص تمام. هنقلب بقى كل دول مع بعض كويس جدا ونخلطهم حلو قوي كده زي ما احنا شايفين. ندمج المكونات مع بعض كويس الجافة الاول، وبعدين نعمل حفرة في النص كده، ونحط فيها الخليط السائل. هننزل عليها السائل كله، ونرجع تاني نقلب بالمضرب بقى اليدوي. هنقلب كويس جدا لحد ما نلاقي مفيش ولا ذرة دقيق باينة، لحد ما نلاقي كل السائل اندمج جدا مع بعضه ومفيش اي دقيق خالص مفصول. كده اهو كله كده اختلط ببعضه كويس جدا. بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي. بصوا الخط بتاعه وهو نازل لازم يبقى نازل كده ما يقطعش، لو قطعت معاكي مش هتبقى كيكه ناجحه خالص. شايفين القوام ده؟ والخط ده لازم يكون نازل كده. هنجيب طبعا صينيه بقى متبطنه بالزبده والكاكاو، كاكاو خام اللي احنا بنستعمله في كل حاجه، وهننزل بالخليط كله في الصينيه بتاعتنا بحيث ان الخليط ما يبقاش ازيد من نص الصينيه. مش هقولكوا بقى الصينيه مقاس كام علشان في ناس بتتلخبط من مقاسات. انا بقولكوا ان الخليط ما يبقاش يعني مالي الصينيه تقريبا او 3/4، لا احنا عايزينه نص الصينيه. شايفين بقى الفقاقيع اللي طالعه منه دي؟ ده معناه كده ان الخليط بتاعك ممتاز. خلاص هنجهز بقى الفرن على درجه حراره 180 ونسخنه حلو جدا، ونشغل تحت بس،
ونحطها في الفرن لمدة نص ساعة، يعني 25 دقيقة او نص ساعة بالكتير. خلاص، شايفين لما طلعت من الفرن ما شاء الله عليت وبقت تحفة ومفيش اي هبطان خالص. شايفين طرية ازاي؟ تحفة جدا يا جماعة. بصوا بقى الشوكة كده طلعت نضيفة، معناها ان الكيك من جوه مستوي وزي الفل. خلاص تمام، هنشكل بقى الكيكة كلها بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين. والكيك يا جماعة في الفرن مش اول ما تخلص الفرن تطلعيها على طول، بتاخد صدمة من السخن للساقع، لا كده غلط. سيبيها شوية في الفرن 10 دقايق كده تهدى، بعد كده طلعيها. هنجيب بقى كوباية لبن دافي، وهنحط فيها معلقة نسكافيه ومعلقة كاكاو ورشة فانيليا ومعلقتين سكر، بس خلي بالك ان اللبن يكون دافي. هنقلب بقى كل دول في اللبن، هندوبهم في اللبن كويس جدا، وهنسقي بيها الكيكة بتاعتنا. تحفة جدا يا جماعة، تحفة تحفة بجد، لازم تجربوها. هنسقي حتة حتة، منسيبش حتة الا لما نسقي كويس قوي. خلاص كده كان تمام، الكيك بتاعنا شرب اللبن ده. هنسيبه بقى يبرد خالص، هنسيبه يبرد خالص. وهنجيب هنا نص لتر لبن، وهنحط فيه مكعبين شوكولاتة ونص كوباية سكر ومعلقتين نشا و3 معالق دقيق، معالق كبار مش صغيرين. ومعلقة كريم شانتيه مش اساسي، يعني مش لازم تحطيها. ودول معلقتين لبن باودر. كده خلاص، هنقلب بقى المكونات دي كلها في بعض كويس جدا على البارد قبل ما نرفع كل ده على النار. كل ده هنقلبه على البارد كويس جدا، هندوب الدقيق وهندوب النشا حلو جدا في اللبن. خلاص، وبعدين نروح بقى نرفعهم على النار، على نار هادية جدا لحد ما يتقل ويربط معانا كده اهو. رفعناه على النار. مع التقليب المستمر، اهم حاجة ان احنا نفضل نقلب على طول. خلاص اهو تقل. هنحط بقى شوية فانيليا، انا رشيت عليه رشة مكسرات مبشورة بس نسيت اصورها، طبعا دي برضو ممكن تستغني عنها مفيش مشكلة. خلاص، ودول معلقتين زبدة. بعد ما يستوي كده ويربط هنحط معلقتين الزبدة ورشة المكسرات والفانيليا، وخلاص كده الكريمة بقت جاهزة معانا. ونصبها على الكيك بعد ما تبرد تماما. نجهز بقى الطبقة التالتة، كوبايتين لبن ومعلقتين سكر كبار ومعلقتين نشا كبار ومعلقتين كاكاو كبار. خلاص تمام، هنقلب كل ده مع بعض، هنقلبه كويس جدا، وهنحط بقى عليهم معلقة لبن باودر، معلقة كبيرة، ونروح نرفعهم على النار لحد ما يتقلوا معانا ونجيبهم على طول. خلاص كده الطبقة التالتة اهي شبه جاهزة. هنجيب بقى نص كوباية شوكولاتة مجروشة، شوكولاتة خام، وهنحطها على الخليط وهو سخن، ومعلقة زبدة، ونفضل نقلب فيهم لحد ما كله يدوب في بعضه خالص. خلاص كده وبقت الطبقة التالتة جاهزة معانا، بس لازم نصبها بعد ما الطبقة البيضة تكون بردت تماما. خلاص مينفعش نصب حاجة على حاجة لما يكون كله برد، يعني الطبقة البيضة صبيناها على الكيك برضو بعد ما برد. خلاص، وكده هنرش عليها رشة فانيليا، ونروح نصبه على الكيك بتاعنا. شايفين قوامه؟
اهو الكيك بتاعنا اهو، وعليه الطبقة البيضة، وادي طبقة الشوكولاتة. ونفرد بقى واحدة واحدة كده نفس الخطوة دي اللي عملناها في طبقة الكريمة البيضة. حاولي توزعيها بالتساوي وتفرديها كويس جدا. وبعد ما نفردها كده كويس جدا هندخلها بقى التلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، يعني ما ينفعش تاكليها قبل ساعة، لازم تسقع تماما. خطيرة جدا جدا يا جماعة، بجد تحفة، تستاهل التجربة بجد. خلاص نساوي كده الطبقة مع بعض ونظبط شكلها. كده خلاص تمام، الكيك بقى جاهز معانا، ندخله التلاجة وبعد ساعة نطلعها اهي. نرش عليها بقى رشة كاكاو خام برضو، وبألف هنا وشفا عليكم. نبدأ بقى نقطعها. شايفين خطيرة ازاي؟ تحفة. تستاهل فعلا التجربة. ونروح بقى نقطعها في طبق التقديم، وبألف هنا وشفا عليكم. يا رب ان شاء الله الفيديو النهاردة يكون عجبكم ونورتوني. نزوق بقى كده بصوص الكراميل او صوص شوكولاتة او صوص الفراولة زي ما انا ما عملت. بس كده خلاص، ويبقى الكيك بتاعنا جاهز معانا. ايه رأيكم؟ خطير، يا ريت تجربوه. نورتوني جدا. يا ريت بقى اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب. وباي باي.